السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام وين ما كنتوا تكونون، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير، كل على وقته. اليوم جبنا لكم وصفة بسيطة من مكونات البيت، يعني ممكن تسوين حلا بسيط، يعني إذا جايش ضيف أو أنت حابة يعني بالبيت يعني حق عيالك أو أي شيء، يعني شغلة بسيطة جدا والحلا يعني ممكن تسوينه بأي شيء موجود عندك في البيت، تقدرين تسوين منه شغل يعني شيء حلو. هني أنا استخدمت بسكويت اللوتس مع بسكويت الشاي العادي، متوفر عندي في البيت صراحة. حطيته في الطحان وطحنته. هذه طبعا الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي عبارة عن كوب حليب، وحطيت معاه قفشة كبيرة، عودة يعني من النسكافيه، يعني القهوة، قهوة النسكافيه السريعة. وضفت عليهم علبة كيس، قصدي كيس اللي هو كريم كراميل. وراح أحط، إذا أنا راح أحط جبنة الفيلاديفيا، هم راح أحط يعني تقريبا يعني ما يعادل 150 جرام أو شيء كذي، أو حسب يعني الطعم اللي تبينه أنت يكون في الأكل يعني. أو إذا ما تبين جبنة الفيلاديفيا ممكن تستخدمين القشطة العادية الجيمر، يعني أنت حرة يعني. وبس هي هذه يعني راح تكون الطبقة، والطبقة الثانية بس أنا بعد هم بعد قبل لا أنسى ذكرت أنا حطيت حليب المحلى على أساس يعطي يعني الحلا. حطيت ربع علبة حليب محلى. وبس هذه الخلطة، هذه يعني الطبقة الثانية البسكويت. والبسكويت أنا هني ما راح أحط له أي شيء صراحة، ما راح أضيف له زبدة ولا أي شيء، لأن هي مع الخلطة هذه هو راح يشرب منها، أساس نقلل نسبة الدسومة بالأكل، يعني بالحلا تكون يعني نسبتها معقولة يعني. هني أنا خلصت الطبقة الثانية وشلتها من على النار، خليتها تهدى، قاعدة أحركها بس عشان تهدى شوي، عشان أضيفها على البسكويت على الطبقة الثانية. ونروح الحين نبلش يعني إن إحنا نضيف الطبقات على بعض. إيه هني أنا بسوي كريم هذا اللي هي الكريمة أو الكريم شانتيه أو whatever تسمونه، الكريم على أساس إني أزين فيه. هني أنا حطيت طبقات البسكويت. هني تشوفوا أنا عندي هني علب فاضية، هي مو علب فاضية، هي يبيعونها في السوق بلاستيك، تجي على شكل مثلثات، وتحطين فيها يعني ممكن هي أكثر شيء تكون جميلة تحطين فيها فواكه أو يعني تسوين فيها الشغلات هذه. هني أنا استخدمتها حق الحلا. حطيت طبقة البسكويت، وعقب حطيت طبقة الكريم كراميل اللي سويتها على النار. وبعد كذي الطبقة الثالثة اللي هي تزينين فيها شو اسمه شكلها، يعني أي شيء عندك في البيت حابة تزينين فيه زيني. صراحة يعني هي يعني شغلة بسيطة وجميلة جدا، وما تكلف عليك، والموجود في البيت. ممكن تستغنين عن شغلات وممكن تضيفين شغلات. أنا كل الأشياء اللي استخدمتها ما شريتها، موجودة عندي يعني في البيت صار لها فترة، فحبيت إني أسوي فيديو. أنا بصراحة يعني أساسا قناتي هي قناة طبخ، يعني أنا بديت فيها بس يعني لأن صراحة كنت أسوي شغلات وكنت أتعب فيها، بس مثل ما تعرفون ما في مشاهدات، والناس ما تحب تروح لايفات، تحب تسمع مثلا مشاكل، يعني يحبون هاي الأشياء. فبطلت صراحة، خفيت وايد عن موضوع الحلو. أنا أحب الحلو وشاطرة فيه يعني، وأسوي شغلات بعد أحلى يعني، بس ما أسوي. على قولة المثل مدح نفسه يبي له رفسة، كأني مدحت نفسي أنا شوي، بس ما عليه يلا. والله يعني زينة أسوي شاطرة شوية أسوي حلويات. المهم هذا، وإحنا الحين بلشنا نزين بالكريمة اللي سويناها، اللي هم بعد خفقناها، هذه قاعد نزين فيها. وهني مثل ما تشوفون بلشت فيهم. وعموما أنا يعني ناوية إن شاء الله بسوي، يعني مفكرة بالمستقبل إني أسوي طبخ، يعني أنا لأن قناتي أكثر شيء كنت أسوي الحلويات بس، فمفكرة إني أبلش أعمل طبخات إن شاء الله هم تنول على إعجابكم. عاد إذا عجبتكم الشغلة البسيطة هذه يا ريت تشجعونا يعني عليها، وما تنسونا يعني من إنكم تكتبوا لنا كلمة جميلة كذي. فهذا هو، هني وصلنا إحنا هنا مرحلة التزيين الأخيرة، خلاص حطينا الكريمة. هني بحط عندي أنا بزينها عندي كراميل،
وعندي قطع كراميل بعد اللي هو بس هذا التويكس بقصص منه شوية وبحط عليها زين فيها. هذا اللي كان موجود عندي. ممكن انت تستخدمين اشياء كثيرة زينين فيها. وهني انا عندي شوية هني قصدي زينت في شوية بالقهوة، قهوة اللي هي النسكافيه، رشيت عليها لان هي اساسا انا الخلطة الاساسية مالتها انا حاطة فيها يعني قهوة، فرشيت شوية نسكافيه على الوجه. والطبقة الثانية بحط عليها كراميل. وفي تبقت عندي كمية سويتها يعني بعلبة أكبر، وحطيت عليها اللي هو شو اسمه شوكليت شيب زينته فيه. فإن شاء الله تنول على إعجابكم. وبس هذا هو، ما أدري أنا ما أعرف أشرح صراحة، بس إن شاء الله بحاول بكتب لكم المقادير داخل الوصف، لأن أنا بعد صندوق الوصف هذا ناسيته بالمرة، عمري ما حطيت فيه شيء، مع أن من نجاح القناة أن الواحد لازم يخلي وصف يعني بالصندوق، حتى إذا واحد ما فهم شيء يرجع له. وهذه علبة قلت لكم بقت عندي زايدة، قصدي كمية زايدة، فحطيتها في العلبة هذه. وهني بسوي طبقات وبس، وهذا هو. ويلا السلام عليكم، وإن شاء الله تنول على إعجابكم. السلام عليكم. بس ملاحظة أنا أتذكر شغلة بقولها. أنا الحين هذه قناتي أنا أنزل فيها يعني سويتها منوعات، هي أساسا كان اسمها قبل طبخة سهلة وسريعة مع ماري. أنا غيرت اسمها المنوعات لما ما شفت فيه إقبال على موضوع الطبخ والحلويات وكذي. الأهم أنا مسوية طبخات فيها كذا طبخة، إذا تحبون تدورون في القناة تحت تلاقون. المهم ما علينا، أنا على أساس إني حولتها يعني منوعات، ويعني بحكم إني عايشة برا وروح الكويت وكندا، فعندي فيديوهات منزلة يعني، ونزلها من بعد شغلات ثانية. فأنتوا قولوا لي إيش رأيكم، نستمر على موضوع الطبخ يعني ولا شوف السيارة من وين طلعت هذه إزعاج. المهم استمر على موضوع الطبخ والحلويات وكذي، ولا عادي منوعات ننزل مثلا شغلات ثانية. ما أدري انتوا ايش رايكم، قولوا لي رايكم اذا عجبكم موضوع اننا نستمر بالحلويات، او يعني نشكل او نرجع على يعني ننزل عروض ثانية مال الذهب وكذي اشياء. انتوا قولوا لي رايكم. انا في عندي مجال يعني، في عندي اقدر يعني اكون يعني امشي بطريق هذا الطبخ والحلويات، او اني احول على موضوع يعني الذهب ولعبي وكذي. فأعطونا رأيكم وقولوا لنا بشنو نستمر، يعني نخلينا على موضوع الطبخ والحلويات، ولا يعني عادي نخليها منوعات، لأن صراحة لحد الآن أنا مو ثابتة على شيء معين يعني. فاللي يعني اللي يعجبكم أنا يعني أكمل فيه وبس. قولوا لنا رأيكم. يعني أنا من فترة فكرت أعمل يوميات صراحة، بس اليوميات ما أدري، كل ما أجي أعمل تصير عندي شغلة يعني، فما تصوير عندي شوي صعب. بس إذا فكرت مثلا يعني أروح مكان أصور، أو إني مثلا أسوي يعني حالة سريع كذي أصورها، الموضوع أسهل. بس ما في مشكلة، قولوا لنا رأيكم وإن شاء الله نسوي يعني. ويلا السلام عليكم ثاني مرة. السلام عليكم، مع السلامة.